من كاس الرابطة. مش هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه. انا عايز اتكلم ان نادي بيراميدز النهارده او يوم المباراة يوم الثلاث، ونادي بيراميدز كان بيلعب السبت مع الترجي في الترجي في تونس، والمباراة اتلعبت وبيراميدز عارفين النتيجة 2-0 للترجي. ومش هي دي مشكلتي، مشكلتي ان نادي الترجي لعب بره ارضه وريح حد وريح اتنين ولعب وبيلعب معانا يوم التلات ولسه هيخش في الجولة الخامسة في الدوري. في حين انت عندك النادي الاهلي لعب مباراتين فقط في 15 يوم. نادي هيلعب مباراتين في 15 يوم، هيلاعب نادي او لاعب نادي باتشوكا وهيلاعب النادي الجزائري. طيب هو كده المقياس بيتم ازاي؟ يعني الزمالك لعب في الكونفدرالية وبيراميدز لعب في دوري الأبطال والمصري لعب في الكونفدرالية، فالمقياس بيتم ازاي؟ أما نادي لعب مباراة واحدة